الفيديو ده مش بحاول اغطي بيه خالص عن موضوع فلسطين، ارجوكم اهتموا بموضوع فلسطين بحيث ان هو اهم موضوع دلوقتي، وبعدين برجعوا لي تاني بعدين لو عايزين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد في قناه بتر. والنهارده انا عارف ان انا كل شويه بقول كده في الفيديوهات، بس انتوا ما اتفرجتوش على الفيديو اللي فات ليه؟ فيديو ما فيهوش بصراحه 300 مشاهده حلوين جدا، بس عايز كمان عايز مشاهدات عاليه جدا شبه كريستيانو. ممكن اتكلم تعرف اشوف مين عندي في كريستيانو، بس هو مشغول دلوقتي. مستر بيست مقروف منه. في واحد حاوي هو شغال بس هو مفيش غيره، نعمل ايه بقى؟ الو السلام عليكم. هلا اللون حبيب قلبي، انا عارف ان انت محتاج حد مشهور وحد يوتيوبر وبتاع وكده. مش هنختلف يعني، بقالي سنه ونص او سنتين مبطل، بس عادي يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده حاوي باختصار يعني يا جماعه، ده هنصور معاه فيديو النهارده. انا قلت احاول اشرح لكم يعني ايه واي تي بي، فقلت بالمره اجيب واحد يفهم في الواي تي بي. تعرف ان واي تي بي؟ انا ما كنتش عارف يعني ايه واي تي بي غير بفضل هو اللي قال لي يعني ايه واي تي بي، وبقيت فاهم من ساعتها. وهنقطع من حتى حلوين النهارده المهم هنصور النهارده وهنقول ايه هو، هنشرح عن ايه هو باختصار الواي تي بي. يوتيوب وبوب هحاول اختصرها يعني معناها بالعربي. انا بالاخر واي تي بي طبعا مع بعض، بس واي تي بي خلصت مش معقده. فهنحاول نعمل رياكت على الواي تي بي، احاول افهمكم الواي تي بي. للاسف بره في فيديوهات ساعات كامله، هوريكم دلوقتي لسته لساعات انا اتفرجت عليها ساعات واي تي بي، لكن عندنا للاسف في مصر مفيش فيديوهات كتير جدا ليها. لقيت القناه دي قلت يعني اعملها شوت اوت، مع انها بصراحه عندها مشتركات اكتر مني انا وهو بس يلا مفيش مشكله. عندها كام؟ عندها 4000. ده كويس كويس انت جاي مشهور يا ابني. كويس. يلا بينا نبدا بدحيح واي تي بي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحديح. عزيزي، أولا يجب علينا أن ننبه أن هذه الحلقة للكبار. احفظوا أولادكم من هذه الحلقة. أنا بقول لو سمحت فكروا النهاردة حلقتنا عن واحدة من أهم اختراعات القرن العشرين إن لم تكن من أهم اختراعات البشرية في التاريخ. اختراع ناس حبوه وناس كرهوه. عزيزي، النهاردة هنتكلم عن أخطر موقع في التاريخ، موقع قدر في خلال 20 سنة تكون الأشهر والأكثر انتشارا وصمودا في العالم. النهاردة هنتكلم عن رمز القوة، الموقع الأزرق. لو سمحت لتحت السن بلاش يشوف الموقع يا قليل الأدب. عزيزي، بتعمل حاجات عمرك ما كنت تجرؤ تعملها في الواقع يا قليل الأدب. انك عارف ان مفيش عواقب ومفيش عزيزي سوري يا غندور، بس معرفش الفيديو ده طلع عليها منين الصراحه. المشكله بقول الواي تي بي ده من احسن الجانرز موجوده على اليوتيوب، فاهم قصدي؟ في اناليست انا بتكلم مثلا دراما حاجه شبه كده، بس هو المصريين اخدوه في حته ثانيه خالص. المصريين بالذات كانت الدكتور بتاعت الكلام ده، المصريين بالذات بيحبوا قوي بص، بيحبوا يقلسوا على اي حاجه، فده حلو جدا كونتنت لينا بجد. اتمنى حد يسمع الفيديو ده ويعمل فيديوز واي تي بي يبقى الكونتنت بتاعه واي تي بي، بص كم بس يبقى مشاهده بشكل بروفيشنال اكتر من كده. وده كم جاب كام 3000 مشاهده. حرام والله يا حرام. عم مش حرام، عادي كويس 3000. يعني انا بالنسبه لي كويس، بالنسبه لك كويس، بس هو المفروض فيديو شبه ده اما اشوف بالانجليزي ملايين المشاهدات. فرق شوف نكمل الفيديو. اللي انت عايزه بتمارس طبيعتك يا قليل الادب. ربنا يكفينا شر هذا الموقع. عشان لو كانت دي تجيب لي كوبي رايت. القناه دي بصراحه جامده قوي. عندهم منصر العبد. طيب عندنا هنا عارفين منصر منصر مليون، بس منصر العبد. الفيديو ده اسمه ايه؟ اسمه الدحيح. ده منصر العبد. حاجه في قاعده في الواي تي بي، خلي بالك، مش معنى فيديو الفيوز كتيره انه اوحش. عادة بلاقي فيديو فيوز قليله جدا ومع كده مشاهدات قليله بيكون بيضحك اكتر واحسن كمان. فانت للاسف محتاج تتفرج عليه كله عشان تعرف يناسبك بالظبط في واي تي بي. يسعد مساء المساعد حضرتكم. نعم، اسمحوا لي لكم انه ما في برنامج بس السلام عليكم. راسي. خلونا نبدا هالحلقه. يا اهلا بعائشه، شرفتينا. اول مره بتشتركي بالمسابقه؟ ايه اول مره. بتحبي رجال وكذا؟ وفيك تنصحي؟ إذا نصحت عائشه بحييك. ثانية ما عملتش حاجة لسه. ماشي. الدكتور فاضل الزعبي من الأردن
شكرا عليك. دكتور فاضل هو يحمل شهادة دكتوراه في مين يا جماعة؟ زوجتي بهيرة تشتغل شيء عندها نشاط معين ولا الله يجعل ما يصير في شغل ونكون عاطلين عن العمل. دكتور السؤال الأول، ما هي الدولة التي لا تنتمي إلى اتحاد دول البنيلوكس؟ يجب أن أستعين بإحدى وسائل المساعدة. اتصال بصديق مباشرة. من هو الصديق؟ ما في صديق. السؤال الخامس ب 2000 عدل. أنيس بواب. أنيس فإذا بنحذف له أنيس بواب، مش حنقدر نحذف له أنيس انتهى وقت الحلقة. مشاهدينا الكرام، ما ضحكنيش الصراحه. لا هو بص، هو زي ما قلت لك عادي، للاسف أنا مش كل حاجه بتضحك، بس انا للاسف فهمت الهيومر بتاعك، الهيومر لا عادي، تمام. مش بس ده احنا من اول فيديوهين يعني. بس انا شفت ده المفروض يكون كويس يعني. شفنا الاولاني شغال جدا، ده شفت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحلقه دي حلقه جميله، حلقه بنقص فيها في 2000 وبعد 10 سنين من ظهور الموقع اللي هو يوتيوب ظهرت عليقه. معلش ده كده. وعليكم ورحمه الله. في 2010 2015 بس كام؟ ماني واحدة. يوم ظهرت عليه قناة صغيرة بتشق طريقة، كان صاحبها شاب 20 لطيف بيقدم محتوى مختلف عن أي حد في الوقت ده. الريت بتاعه الجذاب قدر يبقى ترند، يا نهار أسود. بنتكلم عن خبر بداية ما بدأ يعمل فيديوهات، ومعظم التعليقات اللي عليها هي تعليقات سلبية بتنتقد بتاعه، لدرجة إن جريدة الوطن في 2016 نشرت مقال بعنوان بعد 72 ساعة بحث وجدنا شخص بيحب خبر. والله العظيم عزيزي المشاهد حاجة توجع الخبر. واحد يقول لي الله يا ابو حميد مين اللي اخترع القلش؟ اينشتاين؟ لا عزيزي المشاهد، ارشميدس. بشكل عام كل قلشه دايما تلاقي حد بيستمتع بيها وحد بيتوجع. لا For a total 24 years Florida State prison. How come? هو شكله ما ينفعش غير مرة واحدة بس. واي تي بي مش اسمه ايه ده؟ همر مش نافع. لا عمر نافع متأكد نتفرج على الفيديو ده. مشاهدتك قليلة للأسف ومشاركينك، أصل أنت بطلت تعمل فيديوهات، فمتأكد أنت تحولت للحالة اللي هو نفس الحال حاله بالظبط. متأكد اللي هو عمال تتفرج على الناس ونفسك تعمل بس نفسك تعمل بس مش عارف. فأنت أكيد تتفرج على الفيديو ده. أنا آسف يا عمر، هحط لينك في الديسكربشن لو عايزني ما انزلش الفيديو ده هنزله غصب عني. مش كلام كتب واي تي بي، شايف 5000 واحد انجليزي عايزين واحد عربي. واي تي بي، ايوه في 5000 واي تي بي. اكتر واي تي بي معروف، اللي مش بكلمه هو حاول اكلمكم انتوا. اكتر واي تي بي مشهور بتاع فيلم اسمه سبايدر مان، انا مش عارف ليه مش لاقيه خالص، بس لو كتبته توبي ماجواير اللي هو ممثل سبايدر مان، لو كتبته في الفيلم هو كان بيضايق الناس. عامل ايه؟ في الفيلم كان بيضايق الناس، فالشخصيه يعني كان مسمينها بولي ماجواير. لو شفتوا بس بولي ماجواير واي تي بي، شايف قد ايه؟ ما بيخلصوش، عارفين ما بيخلصوش. يعني انا بجد في كومنت قراته انا مؤمن بيه لحد دلوقتي، توبي ماجواير لما بيرجع البيت ما بيتفرجش غير على نفسه حرفيا. بيكتب توبي ماجواير واي تي بي، ما بيتفرجش على الفيديو. بس قد ايه؟ ساعات، حرفيا ساعات من الفيديوهات ما بتخلصش، وكل ما يخلص واحد تاني يعمل. ده في قناه اسمها ذا هيومن سبايدر، هحط لكم اللينك في الديسكربشن. ما بيبطلش كل يوم ينزل عن حته من الفيلم هتحفظه. وصل فيديو 49 دقيقه اتفرجت عليه، حلو قوي الفيديو، حلو جدا. مش كاتب بالانجليزي، مش عارف اعرض لكم المحتوى بالانجليزي عشان بعيد ان انا مش بكسل اترجمه يعني. انا مش عايز مستوى الضحك بالانجلش غير مستوى الضحك العربي ده شويتين. في فرق كتير جدا يعني في الموضوع ده. زي كده في القوه. بس نتفرج على 30 ثانيه. مونتاج أفكار تحشيش يعني. وكل ما هو لذيذ. هذه كانت المكونات التي اختيرت لخلق هذه القناة. لا خلاص شو خلاص كرنج. احرق الشعب. انت فاكر نفسك اسمع الكلام وركز في التمرين. هروب سريع الولد سريع. اوكي هروب سريع هوب الولد نام. مركزش في الضرب كده. اختار اشيل لايكات. ويت شغال.
ايوه دي لقطه في الفيلم. How about I sit here until you fall asleep? من كام يوم واحد سألني تفتكر مين أحلى حد في مدينة المرعبين؟ عارفة أنا قلت إيه؟ قلت له ايه؟ 7 من عمري. سامع انت عامل فيديو ده من 7 سنين؟ انا في السابعة من عمري بدور على مصنع، شكل مصنع اندومي، عشان هو كان مكتوب. انا في السابعة من عمري بدور على شكل مصنع اندومي، عشان هم كانوا على طول بيقولوا لنا اندومي معمول من خنازير واشكال في خنازير. كويس انك جبتك والله، هتعرف تشرح لي الحاجات اللي مش فاهمها دي. ده مصنع اندومي. عارف ده؟ لا بصراحة ما اعرفش. مين ده؟ شكل؟ سامع الصوت ده؟ ازاي ده بتمسك نفسك قدام الحلاوه دي كلها؟ انا عن نفسي مش قادر، بس يا عم دي مكتئبه وبتقول مش لاقي حاجه تعملها. يا عم دي بتستهبل، بقول لك ايه فرفشي كده انت بس وما تخافيش. لو اتاخرت اكتر من كده انا همشي والله العظيم، انا مخنوق من الصبح. لا تمشي تروحي على فين يا انت؟ ده النهارده ليلتي وليلتك. والله النهارده؟ اه النهارده دخلتنا حلو، انت نسيتي ولا ايه؟ طب يلا بقى. ده الواي تي في المصري. الواي تي في المصري. انا اسف. انزل خلاص يا عم اقفل يا عم. انزل واي تي في. انا عندما ما تعملش واي تي في. مفيش حد مصري يعمل واي تي في تاني. بقول لك يعني لازم نتكلم في الحوار ده. ليه؟ اي حد بيعمل ما اعرفش الواي تي في ده مش محتوى، قصدي عاملين نفسهم بقى كوميونتي الواي تي بي بقى، والناس بتتجمع كده. بصوا يا جدعان احنا مش فاهم القرف اللي هم بيعملوه ده، احنا نتفق نعمل فيديوهات مقرفه ونتنافس على القرف. لا مش حد يعمل حاجه حلوه. مفيش مشكله في القرف، فاهم قصدي؟ شتام ولا حاجه، في حاجه اسمها سيكشوال كونتنت. بس هو الواي تي بي المصري اختصاره ان هو كله ايحاءات. ايوه ايحاءات، ايوه نكت ايحائيه، بس مش عارف ليه بقى في حاجات كتيره جدا فيه. بس انت برضه لو جيت تبص احنا كده هنناقش قضيه راي عام، لان اغلبيه الفكاهه المصريه قايمه على ايحاءات. ذبحها واقفه على دارك هيومر. دارك هيومر يعني مخدرات، دمار. انا قصدي ان هو في حاجه دارك هيومر باختصار الكل بيدرس عليه. واي تي اصلا تربعها كده برضه دارك هيومر، بس دارك هيومر مليان حاجات كتيره جدا مش مختارين غير السكشوال كونتنت اللي هي النكت الايحائيه دي كلها. كل ما اتفرج كل ما اندمج في عمليه جديده. خلاص حاول. شكلنا اصلا مش هننزل. هو ده واي تي بي مصر، هو ده الواي تي بي مصري. للاسف مش عارفين اسمه واي تي بي. لكن لما لديك نوع تزلج؟ هل لي ان اعرف؟ ده لأني متزلج جدا. اوكي اظن وصلنا لنقطة واحدة ان احنا متجنن في اتمنى تمشي حاولي، انا عايز اعرف شوية. شكرا يا شباب، الفيديوز الجميلة اللي انتوا بتعملوها دي. انا بكلم اي حد بيعمل محتوى قايم على الواي تي بي، ما تعملش محتوى تاني. ممكن تعمل طبخ، ممكن تعمل حاجات تانية كتير يعني احسن من الواي تي بي، حتى يا ريته بيجيب فيوز. سلام. ده نقطة حلوة. بس